رسمي لحركة النهضة. مباشرة معاك زياد العذاري، موقف الحركة اليوم من تسمية الحبيب الصيد في رئاسة الحكومة؟ شكرا لك بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل المستمعين. نحن في حركة النهضة تلقينا هذا الاختيار وتكليف السيد أحمد الصيد لجهة الحكومة القادمة، تلقيناه بإيجابية نظرا لخصاله الشخصية والمهنية والوطنية، أنه السيد أحمد الصيد مؤهل لهذا الموقع، ونحن نرحب بهذا الاختيار. وبطبيعة الحال نحن مستعدين باش نتعاونوا معه ونتشاوروا معه في المرحلة القادمة، ونتمنى له كل التوفيق في تشكيل هذه الحكومة القادمة. واضح، إيجابي جدا موقف حركة النهضة من تسمية أو تكليف الحبيب الصيد. البارح كان فما لقاء بين باجي قائد سبسي وراشد الغنوشي، ربما كان الحديث على إمكانية اقتراح الحبيب الصيد لجس نبض حركة النهضة. أي بالفعل تم لقاء بين الشيخ راشد الغنوشي والسيد رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي في إطار التشاور بشكل عام في المرحلة هذه، وهذه حاجة نحن نثمنها ونعتبر بها مواصلة المنهج الوفاقي والتوافقي والحرص على التشاور بين القوى الوطنية الأساسية وبين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. هذه أشياء أساسية. اليوم زياد العذاري، مع تلقيكم بإيجابية نبأ تكليف الحبيب الصيد ومع إبلاغكم به تقريبا بصفة خاصة أنتم البارح في الليل عبر رئيس الحركة، هل هذا يعني أن النهضة سائرة نحو المشاركة في الحكومة الجاية؟ والله النهضة عبرت على موقف مبدئي في الموضوع هذايا من قبل الانتخابات، وعبرنا عليه بدون أن نعرف شكون باش يجي الأول شكون يجي ثاني وشنو نتائج الانتخابات وشنو الكونفيغوراسيون اللي جديد. قلنا احنا راهي البلاد محتاجة في المرحلة هذه، محتاجة لسنوات قادمة أن تتوافق القوى السياسية الكبيرة وأن تخدم مع بعض وأن تتعاون وأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية. هذا ما عبرنا عليه، نعتبره هذا في مصلحة البلاد، في مصلحة تونس. متفاهمين زياد العذاري، متفاهمين حكومة وحدة وطنية يحب يقول أنكم تكونوا موجودين فيها، لكن لو كان جاء رئيس الحكومة ما كنتش موافقين عليه صعيب أن نلقاكم فيها. اليوم مع رئيس حكومة تعتبروه مؤشر إيجابي، هل باش تكونوا في الحكومة؟ هذا سابق لأوانه. احنا كنا دائما مستعدين للعمل في الحكومة أو في المعارضة، مستعدين بطبيعة الحال اليوم باش نتعاونوا ونتشاوروا مع سي الحبيب الصيد في إطار تشكيل هذه الحكومة. وإذا عرض علينا برنامج حكم ولإدارة المرحلة القادمة، رؤية لإدارة المرحلة القادمة وتركيبة يعني حكوميا نعتبرها تكون قادرة على العمل على تعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي في تونس ومواصلة التوجه الإصلاحي الكبير، لأنه ثم إصلاحات كبيرة تنتظر في الحكومة والبلاد في المرحلة القادمة. احنا مستعدين للمشاركة في هذه الحكومة. بطبيعة الحال هذا بعد أن ندخل في المشاورات ونشوفوا شنو يعني التفاصيل تناقش فيما بعد، ولكن من حيث المبدأ ما عندناش اعتراض. ما عندكمش اعتراض على المبدأ في المشاركة في الحكومة. طرح علينا شيء من حيث البرنامج ومن حيث التركيبة يكون يعني معقول وفيه استجابة لمقتضيات المرحلة. شكرا لك زياد العذاري، الناطق الرسمي لحركة النهضة. يعطيك الصحة سيدي بإيجابية.